قد عمرك تساءلت إيش هو البرنامج الجديد اللي يستخدموه الانيميترز هذه الفترة زي أديب، فيك بالقناة نحن في فيديو جديد. زهراء يونيك، كان بالنسبة إلي لأنه هاي المواقف صارت معي وعلى رأسهم هنادي. هذا المقطع وشفت صورته ما حد راضي يفصح عنه. أي صلة القرابة بين هذا البرنامج وبين هذول الشخصيتين؟ هل هذا النظام مكون من عدة برامج ولا برنامج واحد؟ هل ممكن لأي شخص عادي زي وزيك يا عزيز المتابع يستخدم هذا البرنامج ولا لازم يكون عنده مؤهلات عشان يسوي زي كذا؟ كل هذه الأسئلة بنجاوب عليها في فيديو اليوم. أخيراً بالله كيف الانترو حلو صح؟ يلا سوي لايك قبل ما أطلع لك من تحت الثلاجة. المهم لتذكير، أنا كيناتو، بنت تحلم تسوي محتوى أنيميشن من الأزل، والآن يمكن تحقق حلمها، ليش لا؟ وكمان قبل ما نبدأ روح جيب كوب ماء واشربه وأنت تشوفني قبل ما أذكرك مرة ثانية إيش هن فوائد الماء. بدون كلام كثير يلا نبدأ. موشي هيديكي هذا الإنسان صنع برنامج يساعد الناس اللي صوتهم بس عندهم جو موسيقي وكذا يسووا أغاني. فكان فكرة البرنامج إنه تكتب الكلمات واللحن وبوم بضغطة زر يسوي لك أغنية كاملة. بس هذه الفكرة ما كانت جديدة. أيام زمان عام 1961 أول كمبيوتر IBM سوى هذه الأغنية. بس الأغنية هذه احتاجت مجهود ووقت هائل. من كان يتوقع أن هذه الأغنية بترجع ترند بعد 62 سنة؟ يلا حق التعب حقها. فهذا سمسم ذكاء إيش سوى ذا البرنامج وسماه دايزي نسبة للأغنية هذيك. فشركة ياماها قالت والله هذا شغل مرة كويس، فدعموه وانتجوا برنامج اسمه فوكالويد. بس ما حقق هذا البرنامج نجاح باهر. بالتحديث اللي بعده سووا شيء أعجب كثير من مستخدمين البرنامج، واللي هو إنه جاب بدل صوت واحد أصوات كثير، لكن لكل صوت شخصية. ومن هذه الشخصية احذروا مين كانت؟ أيوة ما في غيرها، هاتسوني ميكو. واحد من المستخدمين اللي قلت لجوجل تعال أيوة أنت تعال، لو ما تجيب لي اسم اللي سوى الكوفر لا المهم هذا الشخص سوى كوفر يعني نسخة زي اللي يسويهم بيرموا الحين. ذا الفيديو اللي نص العالم وما في حد ما قد سمع ذا الأغنية اللي غثونا فيها الصراحة. يب زي ما سمعت أول، هذه مو الأغنية الأصلية. الأغنية الأصلية كانت غريبة شوية، لا مش شوية، كثير شويات. فبعدين فوكالويد سووا لهاتسوني أول فيديو موسيقي سنة 2009. تخيل يسوي الشخصية بنت كامل وانت كل يوم تداوم عشان تسمع الأستاذة وهي تصيح عليك انت والفصل عشان ان الفصل الثاني أحسن منكم. وكذا حفل ورا حفل لين صرنا نشوفها بكل مكان، مجسمات، حفلات، انمي، ألعاب. يا واد أنا من نفسي كان عندي لعبة تغني ذيك الأغنية. نرجع للموضوع، فاليابانيين كيفوا على هذه الشخصية ومرة حبوها، خاصة الويبس. يا واد في واحد شافها في الحفلة وانعجب فيها وتزوجها. والله ما أكذب تزوجها من صدق، أنت مجنون. وبعدين هو عمره 35، الشخصية عمرها 16. أصلا مو مسموح باليابان الزواج تحت سن 18. وأزيدكم من الشعر بيت، جاب بوكس أو مدري إيش هذا ويجلس يتكلم معاها منه. يا أخي اليابانيين يخوفوا. هذا الزواج توثق من شركة جيت بوكس، الشركة اللي تصنع هذول البوكسات. لحظة عندي نظرية، لو طلع إن هذه الحكاية كلها عشان إعلان عشان الناس بس يشتروا هذا البوكس. بدأت حكاية اليوتيوبرز الافتراضيين من اليابان. بطبيعة اليابانيين هم مش ناس كثير اجتماعيين. الحقوني بعد هذا الفيديو لو تاكم بأكلوني تراب. من زمان يوم بدأ اليوتيوب سنة 2005 شهر فبراير يوم 14، يعني يوم بدأوا الناس ينزلوا فيديوهات زي اللي يشارك معلوماته أو اهتماماته. فذا الشيء ما جاء لصالح اليابانيين لأنه زي ما قلنا أول. بعدين طلع عام 2015
برنامج اسمه فيسريج يتبع حركات الوجه وكذا، يعني نفس آلية الفلاتر اللي بالسناب وكذا. فاليابانيين كيفوا على البرنامج وعجبهم، فواحد ياباني سأل جوجل عن اسمه وقال لي وقال هذا شغل سمسم مرة يجيب فلوس، تجيبوا فلوس. وسوى لنا شخصية كيزونا آي. لا وبعد سوى لها شركة باسمها. فهذه كيزونا آي سوت قناة باليوتيوب والآن واصلة 3 مليون. تخيل 3 مليون. بس اللي تختلف فيه كيزونا عن هاتسوني هو إنه هذه آيدول من جد، يعني هاتسوني صوت كمبيوتر، أما هذه عليها مؤدية صوت بس اللي وراه رجال. لا قصدي اللي مثلا يرقص رجال أو حتى يعني مش شرط. طلعت كيزونا بأول فيديو لها وقالت إنها تحلم تسوي إعلان، ويا أخي سوت مش بس إعلان، طلعت بإيفنتات، سوت أغنية مع فيديو كليب كامل، وسوت قناة ألعاب، وطلعت بمسلسل. والشي المرعب أكثر إن اليابان عملتها سفيرة السياحة. تخيل يا صديقي المتابع إن شخصية تكون سفيرة السياحة وأنت جالس تتحلطم ليش الأستاذة تسفل فيكم من الصباح. أوكي خلاص بمزح. فأبى أقول لك يا صديقي المتابع، إحنا جالسين من أول نشوف نجاح لا نجاح لا نجاح، وأنا وأنت يا عزيزي المتابع جالسين نتحسر على حالنا. أبى أقول لك لا تقلق لا تقلق. في واحد اسمه تيتسويا ناكاجو عمل برنامج يخليك تسوي زي هذول الشخصيات. فهو أكشلي مش برنامج، هم 2 وأنت تجيب الثالث من عندك. ما تقولي الله كيف أجيبه من عندي. أقول لك هو عمل البرنامج والثاني مدري من عمله. المهم البرنامج اللي عمله اسمه Live 2D Cubism. هذا هو البرنامج اللي يستخدموه هنادي وأديب وزهراء. بهذا البرنامج أنت تجيب أجزاء شخصيتك، ركز مش شخصيتك، أجزائها، وتحركها بهذا البرنامج. بعدين تدخلها بالبرنامج الثاني اللي للتحريك، يعني تحرك وجهك وهو يخلي الشخصية تسوي مثلك. والثالث هو برنامج الرسم اللي بترسم فيها الشخصية. وبس آسفة أحس طولت عليكم، الله يرحمني بالمونتاج. أنا جالسة أسجل الفيديو بتاريخ 19/2، بنشوف متى بننشره. للي وصل لهنا شكرا مرة على وقتك. لا تنسى تشترك بالقناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك أي فيديو أنزله أول بأول. سوي لايك إذا عجبك الفيديو، ومع السلامة.